هل فقدت صورك المهمة على آيفون؟ سأريك الطريقة الأسهل لاسترجاع كل الصور المحذوفة الآن. أنا حيدر، وأهلا بكم في قناتي حكايات مختصرة. في قناتنا نغطي كل ما يهمك عن شروحات التقنية والحلول السهلة لمشاكل الهواتف والأجهزة. واليوم موضوعنا مهم لكل من فقد صورا على آيفون. سأريكم طريقة استرجاعها بدون الحاجة لآيتونز خطوة بخطوة. الخطوة الأولى: افتح برنامج استرجاع البيانات على الكمبيوتر مثل iMyFone أو ديسك ديجر. هذا البرنامج يتيح لك الوصول إلى الصور المحذوفة من آيفون سواء من الجهاز نفسه أو من نسخة آي كلاود الاحتياطية. الخطوة الثانية: إذا كانت لديك نسخة احتياطية على آي كلاود اختر استرجاع البيانات من آي كلاود، وإذا كان الهاتف متصلا بالكمبيوتر مباشرة اختر استرجاع من آيفون المتصل. الخطوة الثالثة: حدد نوع البيانات التي تريد استرجاعها. في هذه الحالة اختر الصور والفيديوهات فقط لتسريع العملية وتسهيل المعاينة. الخطوة الرابعة: ابدأ الفحص. بعد انتهاء الفحص ستظهر لك قائمة بجميع الصور المحذوفة التي يمكن استرجاعها. قم بالتمرير واختيار الصور التي تريد استعادتها فقط لتوفير الوقت ومساحة التخزين. النصيحة الأولى: تأكد من وجود مساحة كافية على الكمبيوتر لحفظ الصور المسترجعة حتى لا تفقد أي ملف أثناء عملية النقل. النصيحة الثانية: احفظ الصور في مجلد مخصص لتسهيل الوصول إليها لاحقا وتنظيمها بشكل مرتب. النصيحة الثالثة: بعد الاسترجاع احرص دائما على عمل نسخة احتياطية من صورك على آي كلاود أو على أي وسيلة تخزين إضافية لتجنب فقدانها مستقبلا. النصيحة الرابعة: إذا كانت بعض الصور تالفة جزئيا لا تقلق، البرنامج غالبا يستطيع استرجاع أكبر قدر ممكن، لكن النسخ الاحتياطي المنتظم يحميك من أي فقدان نهائي. الخطوة الخامسة: بعد الانتهاء من اختيار الصور وحفظها تأكد من التحقق من جميع الملفات المسترجعة للتأكد من اكتمالها وسلامتها. كما رأيت كل صورك المحذوفة أصبحت بين يديك بدون آيتونز وبسهولة كاملة. إذا استفدت من هذا الفيديو اضغط لايك، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لمزيد من الحلول التقنية والسهلة والسريعة.